السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كيكة الشوكولاتة لعشاق الشوكولاتة، وبمناسبة عيد الحب أي حد الأم بتحب ولادها في البيت تعمل لهم، الزوجة بتحب زوجها تعمل لها، المخطوبة تعمل لخطيبها. معانا الفيديو ده جميل قوي. المكونات معانا 4 عدد بيض، كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو، كوباية من الزيت، كوباية من عصير البرتقال، بيكنج باودر دي طبعا، كوبايتين إلا ربع من الدقيق، وربع كوباية من الكاكاو. هنحط المكونات السائلة كلها نضربها بالمضرب، وبعد كده هنعمل بإيدينا عادي. هنضرب البيض مع الفانيليا ونضيف له الزيت، وبعد كده نضيف له كوباية عصير البرتقال والسكر، وبعد كده نضيف الزيت، وبعد كده نضيف عصير البرتقال. لو عندك خلاط ممكن تحط المكونات السائلة دي كلها في الخلاط وتضربيها في الخلاط عادي. بتبقى جميلة جدا بالخلاط. دي كوباية عصير البرتقال، ممكن تستغنى عن كوباية عصير البرتقال ديت وتحطي كوباية إلا ربع من اللبن، كوباية من الدقيق، عليها كوباية بس مش مليانة من هنكمل الباقي بربع كوباية الكاكاو. هنضرب ده كله بالمضرب العادي كده، وننزل عليهم البيكنج باودر والكاكاو، بس طبعا هتنخلي الكاكاو لان بيبقى فيه تكتلات. هننزل برضو البيكنج باودر مع سنة صغيرة من البيكنج صودا. طبعا ما حطيناش خل هنا لان كوباية عصير البرتقال ما بتخليش زفرة في البيض ولا اي حاجة، وبتنكه الطعم وبتخلي الطعم حلو قوي. جربوا وصفة الكيكة ديت، واللي يعجبه الوصفة يكتب لي في التعليق، واللي اول مرة يشوفني يفعل زر الجرس ويشترك في القناة عشان يوصله كل جديد. بعد ما ضربنا الخليط يا جماعة بنحط حبة من الزيت بس، يعني معلقة من الزيت كده، وبنضربه وننزل الخليط كله في قلب الصينية. شكل الكيكة بعد ما نزلناها في الصينية هندخلها مباشرة على الفرن. هنعمل صوص الشوكولاتة اللي هينزل على الشوكولاتة. معانا كوباية من الكاكاو، عليهم كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، نص كوباية من بنفس المعيار بقى الكوبايات بتاعتنا، يعني الكوباية اللي انت عايرتي بيها، نص كوباية من النشا، معاهم باكو من الفانيليا. هنقلب دول كلهم في بعض، هنضربهم في الخلاط، وبعد كده هننزل عليهم بالنار على النار لحد ما يدوبوا ويتماسكوا. دي نص كوباية من الزيت. هنقلب الخليط ده كله ببعضه كده ونضيفه في الخلاط او في الكبة المتاح عندك، وبعد كده هتنقليها على النار تقلبيها لحد ما تاخد السمك السوا اللي انتي عايزاه. ده شكل بعد ما انضربت في الكبة اهوت او في الخلاط عادي. ادي الصوص بعد ما قلبناه كله ببعضه وضربناه في الكبة. هننزله بقى في حاجة ونحطه على النار لمدة 3-4 دقايق، وهو على النار خلاص خد السوا. بنحط له معلقة من السمنة البلدي او معلقة من الزبدة، بتدي شكل للصوص وبتخلي طعمه حلو. معلقة من الزبدة. بعد ما عملته على النار على فكرة انا جبته تاني في الكبة وحطيت عليه معلقتين من الكريمة وضربته في الكبة تاني، وهحطه على الكيكة دلوقتي قدامكم. ده سيرب بحطه كده في وسط الكيكة، وهنزل عليه الكريمة
حطيت هنا سيرب او شربات العادي زي ما تحبي تقولي. دي كريمة احنا كنا عملنا طريقتها قبل كده معاكم، فانا محبتش اعملها تاني لان موجودة في فيديوهات قبل كده. هتنزلي كمية حلوة بقى في نص الكيكة، تفصل اللون منها، ومنها بتخلي طعم الكيكة بالشوكولاتة حلو قوي. نزلنا كمية منها حلوة. هنضيف بقية النص التاني من الكيكة وننزل عليه صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي. بتحطيها على صينية غير الصينية، لأن كان الكمية اللي بتنزل منها ما تنزلش على الرخامة بتاعتك او على المكان اللي انت بتعملي فيه، لحد ما تاخد الكمية اللي انت عايزاه. ده شكل صوص الشوكولاتة بعد ما حطيناه. هنبتدي ندخلها في التلاجة لمدة ربع ساعة أو نص ساعة تتماسك، ونيجي نزينها تزييق. طبعا بتعملوا أحسن حاجة وربنا يحسن ما بين إيديكم. فأنا عملت الشكل ده، مش عارف بقى هيعجب حضراتكم ولا ايه. طبعا انتوا بتعملوا أحلى من كده وأحسن من كده. دي شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة خام مبشورة. هنعمل جنب بالشوكولاتة البيضة وجنب بالشوكولاتة البني. حاجة بسيطة بس فرحت الموجودين في البيت. طعم لذيذ جدا، صدقوني الوصفة دي طعمها لذيذ جدا. جربوها، واللي يجربها يكتب لي في التعليق. واللي أول مرة يشوفني يفعل زر الجرس ويشترك في القناة عشان يوصلوا مننا كل جديد. دي شكل الكيكة بعد ما خلصناها وعملناها. يا رب ذوقي يعجبكم. ايه رأيكم في شكلها؟ اللي عجبه الشكل او عنده اي تعليق او اي استفسار يكتب في التعليق، ان شاء الله هرد عليكم. انا كان نفسي كنتوا تبقوا معانا تشوفوا طعمها، كمان طعمها لذيذ جدا. كيكة بتدوب في البق، يعني مش عارفة اقول لكم طعمها زي ايه بالظبط. طعمها حلو قوي. دايبة. هي الكيكة ذات نفسها اللي هي الشوكولاتة من غير ما تحط لها اي حاجة، دايبة كده وناعمة، تحس ان انت بتاكلي شوكولاتة صوفي. جربوا الوصفة بتاعتنا وان شاء الله الوصفة هتعجبكم، واكتبوا لنا في التعليقات ان شاء الله. ومتنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.